بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، ولكن يستحيل إدراك الأبصار له، وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية. وهذه الشمس ولله المثل الأعلى، نراها ولا ندركها كما هي عليه ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤية وأورد عليه: لا تدركه الأبصار، فقال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفتدركها؟ قال: لا. قال: فالله تعالى أعظم وأجل. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون، فقال سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم. وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته وتتزايد حتى تظهر على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم، بل وثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم، وسائر الخلق له منكرون. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور، وصار بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه، وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا. فمنهم من نوره كالشمس، وآخر كالقمر، وآخر كالنجم، وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ أخرى. إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا، بل كان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب. وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة، وهي الكوة في الحائط، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب. وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم، ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته، فلا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعاديها، بل تساعدها وتعاضدها. أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي أثر: القلوب آنية الله تعالى في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيض: أحدهما قلب حجري قاس لا رحمة فيه، ولا إحسان ولا بر ولا صفاء يرى به الحق، بل هو جبار جاهل لا عالم بالحق ولا راحم للخلق. وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل صورة، وليس له قوة حفظ تلك الصور،
ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه، من قوي وضعيف وطيب وخبيث. وفي الزجاجة مصباح، وهو النور الذي في الفتيلة، وهي حاملته، ولذلك النور مادة، وهي زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر، حتى إنه ليكاد من صفائه يضيء بلا نار. فهذه مادة نور المصباح. وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء. فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن. ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالط النار فاشتدت بها إضاءته، وقويت مادة ضوء النار به، كان ذلك نورا على نور. وهكذا المؤمن قلبه مضيء، يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته، فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه، فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة، نور على نور، فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا، ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته، فيكون نورا على نور. فهذا شأن المؤمن، يدرك الحق بفطرته مجملا، ثم يسمع الأثر جاء به مفصلا، فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة. فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة، فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض، ونوره في قلوب عباده المؤمنين، النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب الذي استنارت به البصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي، فهما نوران عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر. وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره، لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور، ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون البتة. فكذلك أمة فقد منها نور الوحي والإيمان، وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد، لا حياة له البتة، كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا معكم لله الحمد في قراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، وجزاه الله عنا خيرا. وما زال الكلام عن الأنوار والنور الذي ذكر جملة من الآيات والأحاديث، وما زال الكلام على هذا المعنى العظيم في بيان فضل النور، وأن الله عز وجل يصطفي من يشاء من عباده فيهديهم إلى هذا النور. يقول في قول الله عز وجل، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهنا نفي النوم عن الله عز وجل لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته وقيوميته، لأن هذا النفي ليس هو نفيا محضا، إنما هو نفي يستلزم ثبوت كمال الضد.
يستلزم ماذا؟ ثبوت كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته سبحانه وتعالى وقيومه. قال يخفض القسط ويرفعه، وهذا من جلال الله سبحانه وتعالى وكماله. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. قال حجابه النور، أنا موضوع الشهادة، حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قرأ قول الله عز وجل أن بورك من في النار ومن حولها. يقول فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه سبحانه وتعالى، ولولا الهاء تعود على أي شيء؟ هذا ضمير نور وجهه، أحسنت. لأحرق سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره. ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى للجبل وكشف عن الحجاب شيئا يسيرا، تأمل إخواني عظمة الله عز وجل، شيئا يسيرا، وتأملوا الجبل وهو من أقوى خلق الله عز وجل، كيف كان الحال؟ ماذا حصل للجبل؟ جعله دك، صاخ الجبل في الأرض، صاخ الجبل في الأرض كان لم يكن، وتدكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى، وهذا عظمة وإجلالا. قال وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه لا تدركه الأبصار. وهنا نفي إدراك الأبصار بمعنى ماذا؟ نفي الرؤية أم نفي الإحاطة؟ نفي ماذا؟ الإحاطة. قال ذلك الله عز وجل إذا انجلى بنوره لم يقم له شيء، وهذا من بديع فهمه رضي الله عنه. قوله ذلك الله عز وجل إذا تجلى ماذا؟ بنوره، لأن عظمة نوره ما تدركه ماذا؟ الأبصار. قال ودقيق فطنته، كيف وقد دعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء؟ اللهم علمه تأويل، اللهم فقهه في الدين، علمه تأويل. قال فالرب تبارك وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا. فهذه الآية استدل بها المعتزلة على نفي الرؤية. هذه الآية مما استدل به ماذا؟ المعتزلة على نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وهذا استدلال باطل، لأن هنا نفي الإدراك ليس هو نفي الرؤية، إنما هو نفي ماذا؟ الإحاطة. ولكن يستحيل إدراك الأبصار له وإن رأته، فلا لا يلزم من هذا نفي الإدراك نفي الرؤية، وإن رأته فالإدراك أمر وراء الرؤية. وهذه الشمس ولله المثل الأعلى. طبعا هذا المثل تقريبي توضيحي، يقول هذه الشمس ولله المثل الأعلى نراها لكن ندركها؟ نحيط بها؟ لا ندركها كما هي عليه، ولا قريبا من ذلك، ولا قريبا من ذلك. ولذلك قال ابن عباس لمن سأله عن الرؤيا وأورد عليه لا تدركه الأبصار قال ألست ترى السماء؟ وهذه من الأدلة الحسية، ألست ترى السماء؟ قال بلى. قال أفتدركها؟ يعني تدرك بهذه الرؤيا جميع السماوات؟ قال لا. قال فالله تعالى أعظم وأجل، وهذا من مخلوقات الله عز وجل أنت لا تدركه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ثم ذكر لنا هذه الآية العظيمة، وحقيقة علق عليها ابن القيم رحمه الله تعليق عظيم، يعني نفيس، يعني مفيد. طيب، قال وقد ضرب الله سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلا، مثل النور في قلب عبده. الآن تتأمل هذا المثال العظيم في قلب العبد المؤمن، كيف إذا حل به ماذا؟ هذا النور، حل به هذا النور. قال لا يعقله إلا العالمون. فقال الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. يقول أبي بن كعب رحمه الله رضي الله عنه قال مثل نوره في قلب المسلم. هنا وجه الشاهد، مثل نوره ماذا؟ في قلب المسلم. إذن هذا النور يا إخواني هو كرامة من الله، منحة، كرامة من الله ومنحة وعطية عظيمة أن الله يودع هذا النور في قلب ماذا؟ العبد المؤمن. ومن آثار هذا النور معرفة الله عز وجل، هذا من نوره. محبة الله عز وجل من نوره. الإيمان به من نوره. ذكر الله عز وجل من نوره. هذا الذكر الذي أنزله إليهم في القرآن، قال فأحياهم به. إن هذا النور سبحان الله هو مادة الحياة. القرآن كلام الله، ذكر الله هو سبب لحياة القلوب. قال وجعلهم يمشون به بين الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال وأصله في قلوبهم. أصله هذا ماذا؟ في قلوبهم. وقد يقوى هذا النور، قد يقوى ماذا؟ هذا النور قد تقوى ماذا؟ مادته فتتزايد. وهذا النور سبحان الله يتباين بين شخص يعني كالإيمان يزيد وينقص. هذا النور أيضا قد يزيد وقد يضعف، قد يزيد، وكلما استنار كلما كان له أثر حتى على ظاهر العبد، حتى على ظاهر العبد. قال فتتزايد، يعني هذه المادة اللي هي سبب إيش؟ زيادة النور، حتى يظهر على وجوههم. الله أكبر. حتى يظهر على وجوههم وماذا؟ وجوارحهم وماذا؟ وأبدانهم. سبحان الله. كل هذا من فضل الله عز وجل للعبد، أنهم حصلوا هذه المادة العظيمة التي أحيا الله بها القلوب وأنار الله بها القلوب وأسعد الله بها القلوب، وهي مادة التوحيد ومادة الإيمان ومادة المحبة ومادة الذكر ومادة الحياة القرآن. قال بل وثيابهم ودورهم كلها. ما هذا الأثر العظيم يا جماعة؟ كلها تستنير، كلها ماذا إخواني؟ تستنير. قال يبصره من هو من جنسهم. يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر. طبعا هذا من جنسهم يعني هو من أكرمه الله أيضا بهذا النور، من أكرمه الله عز وجل ماذا؟ بهذا النور. أما أهل الظلمة فما يرون نور، المحرومين أصلا. أهل الظلمة من أظلم الله قلوبهم. يعني مر معنا أثر ابن عباس يعني إن الحسنة ماذا؟ ضياء في الوجه، وقال ونور ماذا؟ في القلب. قال ضياء في الوجه ونور في القلب. والعكس في العكس، سيئة ظلام في الوجه وسواد في القلب، أو سواد في الوجه وظلمة في القلب، صلى الله العافية. قال فإذا كان يوم القيامة، شوف الآن في الدنيا برز ذلك النور. هذا النور اللي كان في الدنيا محافظين عليه، محافظين على التوحيد، الذكر، الدعاء، سلامة القلوب، هذه الأنوار التي كانت في الدنيا وهي من أسباب سعادتهم، إذا كان يوم القيامة ظهر هذا النور، برز هذا النور. أين صار هذا النور؟ بأيمانهم، يسعى بين أيديهم أمامهم في ظلمة الجسر. هذا الظلمة سبحان الله، الله عز وجل ينير لهم هذا الطريق حتى ماذا؟ يقطعوه، وهم فيه على حسب قوته وضعفه. وهذا الأمر كما أنه كان في الدنيا على حسب قوته وضعفه، هناك كان يوم القيامة كذلك على حسب ما كانوا عليه من القوة والضعف في قلوبهم في الدنيا. قال فمنهم من نوره كالشمس. الله أكبر. يعني بلغ النور مبلغ عظيم كالشمس. وآخر كالقمر، وشتان بين النور الشمس ونور القمر. وآخر كالنجوم، أيضا فيها نور لكن شتان بينه وبين ماذا؟ الشمس والقمر. قال وآخر كالسراج. آخر ماذا؟ كالسراج. وآخر يعطى نورا في إبهام قدمه. فهذا حظه يعني بالدنيا كان مقصر في الأنوار. سبحان الله من كمال عدل الله عز وجل أنه حصل النور ماذا؟
في إبهام قدره، يضيء مرة ويطفأ مرة. هذا حاله في الدنيا، فكان حاله هناك يوم القيامة. قال إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك. تعلمون أن هناك من يمر كالبرق ومنهم ماذا كالريح، ومنهم من يمشي كالجوال المرسل مشيا إلا يكون حبوا، ومنا تتخطفتها الكلاليب. يقول بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. هذا كحال ماذا المؤمن الذي قوي إيمانه أو ضعف إيمانه على حسب نوره. طيب المنافق والعياذ بالله، المنافق أين نصيبه من النور؟ قال ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا. ما له نور ثابت يعني تظاهر فيه وهو منه براء، بل كان نوره ماذا فقط ظاهرا، لأنه هو أظهر الإسلام وأبطن ماذا الكفر. يقول بل كان نوره ظاهرا لا باطنا. فماذا يعطى هناك يوم القيامة؟ يعطى النور الظاهر، لكن هذا النور الظاهر مآله إلى الزوال، مآله إلى الظلمة والذهاب والإضمحلال. ثم ضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته. ما معنى المحل؟ القلب. المحل هو موطن النور. الحامل هو العبد. المادة اللي هي الإيمان والمحبة والذكر. قل مثلا بالمشكات اللي هي جات إيش؟ مثل نوره كمشكات. مثل ماذا؟ كمشكات. وهذه المشكات فسرها بالقوة تكون إيش؟ على ماذا؟ على الحائط. يعني كان في السابق ما عندهم هاي الكهرباء وعندهم، كان يضعون بالقوة على الحائط. فهي مثل إيش؟ عندكم الصدر أنتم ها؟ أنا عندي المصدر، بس يمكن الصدر أحسن. يمكن مصدر النور أو مصدر النور هم قريب منها. فيقول فهي مثل المصدر لهذا النور. وفي تلك المشكاة الصدر يقصد الصدر يعني الصدر. والله إذا أرادنا به المصدر فقد تكون هي مصدر النور، أو أنها محل القلب، أو أنها الصدر من الصدارة اللي هي مكان إشعاع النور، أو الصدر القلب صدر الإنسان، أو قلت لها المعنى. وفي تلك المشكاة، هذه المشكاة فيها ماذا؟ زجاجة. وهذه الزجاجة من أصفى الزجاج. تعلمون أن كلما زاد الصفاء كلما ازداد معنا قوة النور، وإذا كان شائب هناك الزجاج شيء قل هذا النور. يقول حتى شبهت ماذا هذه الزجاجة بالكوكب الدري. بالكوكب يعني المضيء في بياضه وصفائه. هنا قال وهي مثل القلب. هذه المشكاة وهذه الزجاجة وهي مثل القلب. شبه بالزجاجة. لماذا شبه بالزجاجة القلب؟ لماذا يا أبو عبد الرزاق؟ لأنها جمعت ماذا؟ أوصافا. أوصاف هذه الزجاجة كان فيها جملة من الأوصاف. أولا الصفاء، صافية دمعة. والزجاج دائما يكون رقيق بس تنكسر. تكون الرقة. والصلابة من ناحية قوة وتأثير. فيرى الحق والهدى ماذا؟ لصفاء قلبه. يرى الحق والهدى ماذا؟ لصفاء قلبه وسلامته. ثم ماذا؟ تحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة، لأنه ماذا؟ رقيق. وهذا أيضا من صفات الزجاجة الرقة. فحصل منه الرحمة والشفقة والرأفة. طيب فيه قوة وصلابة، فيجاهد به من؟ يجاهد به أعداء الله عز وجل ويغلظ عليهم ويشتد في الحق. وهذا اشتداد محمود ومذموم؟ محمود. ويصلب فيه بصلابته، ولا تبطل صفة من صفات أخرى، ولا تبطل صفة منه صفة أخرى، ولا تبطل صفة منها صفة أخرى، ولا تعارضها بل تساعدها وتعاضدها. وجمع هذا سبحان الله. جاء في الآية في سورة الفتح قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هنا في الصلابة. رحماء بينهم. هنا ماذا؟ في الرقة. لاحظتم؟ أشداء على الكفار رحماء جمعوا بين الشدة والرحمة، وهذا من الجمع العجيب. وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم.
من آثار الرحمة اللين. من آثار الرحمة ماذا؟ اللين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي انصرفوا من حولك. خلاص. حجر يقول قاس لا رحمة فيه. من آثار الحجر القاس ماذا؟ فهي أشد قسوة، كالحجرة أو أشد قسوة. يقول لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر ولا له صفاء يرى حجر لا يرى به الحق، بل هو جبار جاهل لا علم له بالحق حتى يستنير، ولا رحمته للخلق، فحرم مادة النور، لا علم ولا رحمة، وهو قاس كالحجارة. طيب يقابله من؟ أيضا القلب الآخر المذموم، من هو؟ ذاك كالحجر لكن ذاك ضعيف، لكن بلغ به الضعف كالماء. بلغ به الضعف ماذا؟ كالماء، ضعف مائي. عادة الماء يقول لا قوة له ولا قوة فيه ولا استمساك، ما فيه استمساك كالماء، بل هو يقبل كل صورة من الماء. خلي عليه أحمر صار أحمر، خلي أسود صار أسود، خلي أصفر صار أصفر. واضح؟ على كل ويعكس حال الناس. قال وليس له قوة حفظ تلك الصور، يتقلب. قال ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر. كل شيء خاطئ، الطين أثر به، أجل لكم الله النجاسة كذلك، أجل لكم الله الطيب كذلك، وقس على ذلك. قال من قوي وضعيف وطيب وخبيث يتأثر فيه. وهذا هو التشبيه بالقلب الذي كالماء من الضعف والهوان. قال وفي الزجاجة مصباح كوكب من دري يوقد ايش من شجرة مباركة. لا قبل قال كمشكاة فيها ماذا؟ مصباح. المصباح في زجاجة. ما زال الآن في تفسير الآية، ما زال الآن في تفسير الآية. قال وفي في الزجاجة مصباح. هذا المصباح عندهم سابق هو النور الذي في الفتيلة، وهذا موجود عندكم إلى عهد قريب، سراج أو يسمونه فانوس أو يسمونه لمبة، موجود. وهي حاملته، حاملة ايش؟ الفتيلة حاملة النور. ولذلك النور مادة، شو مادة الإشعاع هذا اللي نرى؟ وهو الزيت. وماذا؟ الزيت. قد عصر من زيتونة. قد عصر ماذا؟ من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخره، فزيتها من أصفى الزيت. زيتها ماذا؟ من أصفى الزيت، وأبعده من الكدر. أنتم جماعة زيت الزيتون ما نبي نسولف، صحيح؟ حتى إنه ليكاد من صفائه يضيء. وسبحان الله هذا أمر يعني عجيب، يضيء ولو ما أنه ما فيه ماذا؟ ما فيه نار. قال فهذه مادة نور المصباح اللي هي إيش؟ الزيت. وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب الآن انظر التشبيه، الآن يحلق بك ابن القيم إلى التشبيه الجميل. بعد هذا التشبيه الآن يوضح لك شنو علاقة التشبيه بالشجرة والزيتونة والزيت وما لها من أثر في قلب العبد المؤمن. الآن شوف ابن القيم شلون يفصل لك ويخيط لك ويزخرف لك كلام جميل عظيم. يقول وكذلك مادة نور المصباح. أي نور؟ قال الذي في قلب المؤمن. طيب من أين يصدر هذا النور؟ قال من شجرة. أي شجرة؟ قال شجرة الوحي. شبه ماذا بشجرة ماذا؟ الوحي، اللي هي إيش؟ أصل النور، لأن لا يحيا القلب إلا به. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي. قلنا أحياه بالوحي، فهو هذه الشجرة هي أصل مادة النور، شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة. وهذا أمر واضح أخوان، كلما كان الأمر فيه صلة بالوحي كلما كان مبارك، وكلما ابتعد عن الوحي كلما قلت بركته. الوحي الكتاب والسنة، فهذا أمر يا أخواني يكون معصوم
بعد عن الزلل، بعد عن الخطأ. تركت فيكم أمرين لن تضلوا، قال لن، ما قال لن. هذا ماذا تدل لن؟ النفي. لن تضلوا ما إن قال فاستمسك بالذي أوحي إليه إنك على صراط، قال وإنه لذكر لك. فكل كان الإنسان قريب من الوحي كلما حل عليه البركة ونال هذا الخير وحلت له الأنوار. وحي مادة مصباح الإيمان في قلب العبد. ولهذا اليوم الذي يترك نور الوحي ويتعلق بعقول البشر، يتعلق بالمنامات، يتعلق بالماديات، يتعلق، كلما ابتعد كلما حلت فيه الظلمة، كلما وقع في الظلمة. وهذا واقع سبحان الله، كلما تدارك جاءت فيه الدركات من الضلال والعياذ، كلما ابتعد عن نور ماذا؟ الوحي. وكلما قرب من نور الوحي كان على صمام أمان من الزيغ والغواية والانحراف. وهذا يا أخواني أمر عجيب سبحان الله. حتى تجد كثير من الدعاة اللي كانوا يعظمون الوحي، تجد سبحان الله كلامهم نور وهداية وإعانة على الخير، لكن عندما استبدلوا هذا النور بعقول البشر أو بغيرها واستبدلوه بالقصص واستبدلوا بغير ذلك، سبحان الله قل نصيبهم من النور فضلوا وأضلوا. فضلوا ماذا؟ وأضلوا. قال ولما كان الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه. هذا يقصد ماذا؟ زيت الزيتون. ثم خالط النار، فعندما خالط النار ازداد ماذا؟ نور إلى نور، فاشتدت به ماذا؟ إضاءته، وقويت ماذا؟ مادة ضوء النار به. قال كان ذلك نورا على نور. كان ذلك ماذا؟ نورا. قال وهكذا قلب المؤمن، هو أصلا قلبه مضيء مثل الزيت، هو أصلا بإيش؟ بإضاءة. كذلك هو أصلا قلب المؤمن يكون إيش؟ مضيء، يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، لكن لا مادة له من نفسه، ما يستطيع. فأكرمه الله عز وجل بنور الوحي فازداد نورا إلى نور. زاد ماذا؟ نور إلى نور الوحي إلى نور الفطرة والعقل، فازداد نورا إلى نور. فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد نورا بالوحي على من؟ على ماذا؟ على نوره الذي فطره الله تعالى عليه. كل مولود يولد على الفطرة. قال فاجتمع له ماذا؟ نور الوحي، ما أجمل هذه العبارة، ونور الفطرة، فاجتمع نور الفطرة مع نور الوحي، فهذا قوله نور على نور. قال فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا، ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهد به ماذا؟ فطرته، لأنه سليم الفطرة، فيكون نورا على نور. فهذا شأن المؤمن، يدرك الحق بفطرته على وجه الإجمال، على وجه ماذا؟ الإجمال مجملا، ثم يسمع الأثر اللي هو عن طريق الوحي جاء به مفصلا، فينشأ إيمانه من شهادة الوحي والفطرة فيزداد نورا إلى نور. قال فليتأمل اللبيب العاقل هذه الآية العظيمة، ثم ماذا؟ مطابقتها لهذه المعاني الشريفة. كيف حلق معنا ابن القيم في هذه الآية؟ ربطها بقلب العبد المؤمن وما له من الأثر العظيم من الحياة والنور. قال فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، ونوره في قلوب ماذا؟ في قلوب عباده المؤمنين. النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب، والنور ماذا؟ المحسوس المشهود بالأبصار، هذاك بالقلوب، هذا ماذا؟ بالأبصار، الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي، كل هذا ببركة هذا النور. فهما نوران عظيمان، أحدهما أعظم. ما هما نوران؟ قلنا نور السماوات والأرض، ونور ماذا؟ نور القلب، نور الله في قلب عبد، في نور في قلب العبد المؤمن.
وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي. لو انقطع نور السماوات والأرض وعاشوا في الظلمة كيف حالهم؟ ولم يعش فيه آدمي ولا غيره، لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور، حيث ماذا وجد النور. ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها النور ولا يعيش فيها حيوان ولا يتكون البتة هذا الحيوان، فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والإيمان، كذلك ما يمكن يتصور فيها عيش اللي ما فيه لا نور الوحي ولا الإيمان. وقلب فقد منه هذا النور قال ميت ولا بد، الذي فقد منه نور الوحي والإيمان قال ولا حياة له البتة، كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه. فما أعظم يا أخواني هذا الطرح العظيم في التعليق المبارك على هذه الآية العظيمة من سورة النور. نقف إن شاء الله على هذا الموضع ونكمل إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. إنه سمع هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.